إن الحوار بين الزوجين هو أساس بناء علاقة زوجية ناجحة، وهذا أمر لا خلاف عليه. لهذا، إن كنت تنوي دخول علاقة زواج أو إن كنت متزوجا مسبقا، فعليك معرفة طرق الحوار السليم للمحافظة على علاقة سليمة مع نصفك الآخر. وقد أشارت الكثير من الأبحاث والدراسات إلى مجموعة من النقاط الضرورية توفرها في العلاقة الزوجية، ونحن من خلال موضوع اليوم سوف نشير لها بشكل دقيق ومفصل في مجموعة من الفقرات، وأنت ما عليك إلا أن تتابع هذا الفيديو للأخير لأجل التعرف عليها. أولاً، الحفاظ على الهدوء عند النقاش. إن أول شروط الزواج الناجح هو أن يحافظ كل الطرفين على هدوئهما، وهذا الأمر يكون عبر ترسيخ قناعة لدى الزوجين مفادها أن الصراخ وعدم الهدوء لا يمكن أن يؤدي إلى حل، بل فقط سوف يقوم بتفاقم الأمور ويجعلها تسوء أكثر. لهذا حاولا إجراء حوار سلمي بعيداً عن الصراخ. ثانياً، احترام الآراء لكي يتجه الحوار إلى الطريق السليم ويؤدي إلى حل في النهاية. على الزوجين احترام آراء بعضهما البعض، ولا يحاولا فرض رأيهما بالقوة على بعضهما. هذا الأمر من أنه خلق تقارب كبير بينهما على الرغم من اختلاف الرأي حول قضية ما، كما من أنه يجعل الحوار يتماشى بسلاسة ودون تعصب. ثالثاً، امتلاك مهارة الإقناع من أبرز المهارات التي يمكن أن تؤدي إلى حلول سلمية وعقلانية في كافة أنواع الحوارات، ليس بين الزوجين فقط، هي مهارة الإقناع. فإن امتلك الطرفين هذه المهارة، فمن المؤكد أن الموضوع سوف يؤدي إلى نتيجة مرضية. فقط عليهما الحرص أن تكون محاولات الإقناع مبنية على نقاط ملموسة ومحاولة توضيحها للطرف الآخر، فهذا الأمر من شأنه إقناع الآخر وجعله يعدل عن قراراته الخاطئة. رابعاً، عدم مقاطعة الحوار. من أبرز أساليب الحوار الناجح هو حرص الطرفين على عدم مقاطعة أحدهما الآخر عند حديثه، بل جعله يدلي بكافة آرائه وقراراته حول الموضوع، ثم التدخل بآراء مضادة عند انتهائه. بهذه الطريقة سوف يمشي الحوار بطريقة صحية وبعيداً عن الصراعات والصراخ الذي لا يفضي إلا إلى مشاكل أكثر تعقيداً. خامساً، كن منصتاً جيداً. إن طرق وأساليب الحديث اللائقة ليست وحدها من تضمن تكوين حوار زوجي ناجح يفضي إلى نتائج يرضى عنها الطرفين، بل أيضاً يلعب الإنصات دوراً كبيراً للغاية في الموضوع. لذا على الزوجين أن ينصتا جيداً عندما يتحدث الطرف الآخر، وأن يكون هذا الإنصات حقيقياً، أي لا أن ينتظران فقط الطرف الآخر إنهاء الكلام لكي يبدأ بالتدخل، بل لا بد من الإنصات ومحاولة فهم آراء الطرف الآخر واستيعابها، وذلك للرد عليه بردود مناسبة ومحاولة إقناعه بما تراه أنت مناسبا. هذا الأمر أيضا يجب أن يتم بسلاسة وبعيدا عن التعصب للآراء الشخصية، والتذكر دائما أن الأمر يتعلق بعلاقة زوجية، لذا فإن أي القرارات سوف تنعكس نتائجها على كلا الطرفين، سواء كانت سلبية أو إيجابية. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.